نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة عين الخميس مشيط تقول: سؤالي: قبل حوالي 5 سنوات نوينا أداء العمرة، وعندما وصلنا إلى الحرم قمت أنا وإحدى أخواتي بعمل غطاء الوجه بحيث أصبح يشبه النقاب، بمعنى أنه كان يغطي الجبهة وبقية الوجه، أما العينان فقد كانتا مكشوفة، وقد قمنا بذلك ونحن نجهل حكم النقاب، فماذا علينا الآن بعدما عرفنا أن النقاب غير جائز للمحرمة؟ نعم. ليس عليكن شيء، لأن كل إنسان يفعل محرما في العبادة وهو لا يدري ليس عليه شيء. ولهذا لو تكلم الإنسان في الصلاة جاهلا بأن الكلام حرام فصلاته صحيحة. يعني مثلا لو دخل شخص وسلم على رجل يصلي فقال المصلي عليك السلام وهو لا يدري أنه حرام فليس عليه شيء. فقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعطس رجل من القوم وقال الحمد لله، فقال معاوية رضي الله عنه يرحمك الله، يخاطبه، فرماه الناس بأبصارهم منكرين عليه، فقال واثكل أميه، زاد على ما سبق، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وقال في الصيام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا جميع المحرمات في جميع العبادات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء.